عاجل ورسمي وبكل أسف، صدمة جديدة لنادي الزمالك. صدمة جديدة لنادي الزمالك في مسألة إيقاف القيد الخاص باللاعبين خلال الموسم القادم. وحتى هذه اللحظة لم يتم حل أزمة مستحقات نادي لشبونة البرتغالي في قضية انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك منذ عدة مواسم. وإن كان هذا الأمر يبدو قريبا كما أخبرناكم من قبل، حيث تستعد إدارة الزمالك لتسديد هذه الغرامة من أجل رفع إيقاف القيد. وجاءت صدمة جديدة هذا الصباح، وهي إيقاف القيد بسبب مستحقات لاعب آخر على نادي الزمالك، وهو اللاعب السابق الغاني بنيامين إتشمبونج. هذه المستحقات المقدرة بحوالي 200 ألف دولار أوقف الاتحاد الدولي قيد الزمالك لحين سداد هذه المستحقات الصادر بها حكم نهائي من جانب المحكمة الرياضية. إدارة الزمالك تسلمت اليوم الخطاب الرسمي بهذا الأمر، وفي انتظار أول رد فعل من جانب الإدارة. في أول تعليق من جانب الزمالك على هذا الخطاب، أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي على علم بهذا الأمر، وأن الإيقاف سيتم رفعه تلقائيا بمجرد دفع هذا المبلغ، وهو مبلغ حوالي 180 ألف دولار مستحقات للاعب، وأنه كانت هناك تسوية مع اللاعب بتقسيط المبلغ، إلى أن الحجز على الأرصدة من قبل ممدوح عباس عطل تنفيذ هذه التسوية وجعل اللاعب يشكو نادي الزمالك من جديد. وشدد المصدر على رغبة إدارة النادي في إنهاء كل القضايا المرفوعة على الزمالك لدى الفيفا، وأنه خلال الأيام القادمة سيتم سداد المبلغ للاعب إتشمبونج.